السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهاردة جايلكم فيديو جديد، هعمل معاكم البسبوسة بصوص الكراميل. يلا بينا ندخل على المقادير. مقاديرها سهلة خالص وبسيطة، وان شاء الله هتلاقيها في اي بيت موجودة. معانا بولة كده، هحط فيها كوبايتين دقيق سميد وسط، يا ريت ما تنسوش اللايك في لايك الفيديو، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. هنا حطيت كوبايتين دقيق، وهنزل بربع كوباية جوز هند مبشور، وهنزل معلقة بيكنج باودر. هنا معايا البيكنج باودر، هقلبهم كده مع بعض، وبعد كده نعمل السوائل معانا. هنا كده المواد الجافة، هندخل بقى على السوائل اللي معانا. هنا بقى كده طاسة على النار، هنزل فيها بكوباية سكر، وربع كوباية مية. يبقى هنا هنزل بالسكر الأول، كوباية كده من السكر، وهنزل عليها بربع كوباية مية لحد ما اللون بتاعهم يتكرمل معانا. بعد كده هنزل بكوباية ونص لبن. هنا كان لسه اللون بتاعه ما اتظبطش. يبقى احنا كده حطينا كوباية سكر وربع كوباية مية. تمام. اول ما ياخد اللون معانا هنزل ب3 معالق سمنة. هي اللقطة بتاعت السمنة ما اتصورتش، معلش. هنزل ب3 معالق سمنة، وهنزل باللبن. دي تاني نص كوباية، حطيت كوباية وادي ده النص، وكنت حاطة وحطيت السمنة. تمام كده. تاخد غلوتين كده بالظبط، وبعد كده نركنوها على جنب. احنا كده كده هنحطها سخنة على الدقيق، بس هنسيبوها تهدى شوية، حاجات بسيطة. هنا اللقطة بتاعت اللي انا حطيت السوائل معانا على الدقيق ما جاتش، معلش، مش عارفة هو في ايه. هنا هو ما بيتعجنش، هو بيتخلط بس. البسبوسة والهريسة والكلام ده ما بتتعجنش. هقلب كده بالمعلقة، وبعد كده خلاص، هو اول ما الخليط يتشرب بالدقيق خلاص، يبقى كده خلاص معانا. هجيب صينية، هديها تقليبة كده الاول. انا بوريكم عشان خاطر هي الحتة ما جاتش، فانا بوريكم انا عملته ازاي. تمام. والله طلعت تحفة يا جماعة، لونه وشكله وطعمه وكل حاجة. هجيب بقى صينية كده وهدهنها سمنة. هو التقليب طول شوية مش عارفة في إيه. بس هنزله، يعني هنزله. الفيديو ده فيه غلطات ياما، بس هينزل برضو.
الحمد لله الصينية جت اهي. هنزل بالصينية، هجيب الصينية وهدهنها سمنة زي ما حضراتكم شايفين. همسحها بس الأول، معلش. هدهنها سمنة كده معانا. يبقى احنا كده حطينا في الخليط كوباية سكر وكوباية وربع كوباية مية، وبعد كده نزلنا عليها ب4 معالق سمنة، وبعد كده كوباية ونص لبن. هيغلي غلوتين، وبعد كده هنزل عليهم بالخليط، هنزل عليهم على الدقيق. تمام، هديلهم تقلبتين كده لحد ما الدقيق يتشرب خالص من السوائل اللي معانا. وبعد كده خلاص هجيب صينية وادهنها سمنة، وهنزل كده بالبسبوسة اللي معانا، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. اول ما الجناب تنشف كده معانا وتاخد لون، هنطفي عليها. تمام، بصوا كده معانا بالشكل ده. هروح بقى اول ما احط دي في الفرن هعمل الشربات، لان الشربات بيتحط عليها سخنه. الشربات بيبقى سخن وصينيه البسبوسه بتبقى سخنه. تمام كده. هنزل بكوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه. ادي كوبايه، فاضل نص. اول ما ياخدوا غلوه معايا هنزل عليهم بعصره ليمونه. عشر دقايق وبيبقى جاهز معانا. تمام. هنا كانت الصينيه طلعت معايا من الفرن، يا دوب بس كده الحروف بتاعتها بتنشف معانا شويه. هزقيها كده بالشربات. وهغطيها بورق فويل لحد ما تهدى كده شويه، وبعد كده اوريها لكم. وهنا كان شكلها معانا لما تقدم. هي كانت عايزه صينيه اصغر شويه عشان خاطر يبقى سمكها عالي حبه. هنا كان طالع سمكها خفيف شويه، بس ولا نشفت ولا اي حاجه، وكانت طالعه معانا جوسي وجميله. بصوا، بصوا الجمال. ويا ريت ما تنسيش اللايك.